لو كل البشر عندهم نفس الحدث محدش هيطبطب على بعض. يعني لو كلنا فقدنا واحد النهارده محدش هيطبطب على التاني يقول له معلش. فاللي انا هقوله دلوقتي مش معناها ان انا ما بحسش لواحد فقد حد من اهله النهارده يعني، ولكن هو لازم يعمل حاجتين. اول حاجه انه يرضى بقضاء ربنا، لان اكيد ربنا سبحانه وتعالى هو خد البني ادم ده في مكان كويس، اشتاق لرؤيته، حط الافكار الكويسه. اكيد ربنا يعني في ختمه كويسه، يعني ربنا كرمه كان يعني في حسن خاتمه. الجانب الثاني حاول بقى ان انت تكون عمل الشخص ده الصالح في الارض، اعمل اللي يرضيه، انجح عشان يبقى فخور بيك وروح اتكلم معاه ما عنديش مشكله. حاول ان انت تربط نجاحاتك في الفتره الجايه برضاه حتى لو هو مش موجود، عشان تبقى انت شايف ان انت مرتبط بيه ارتباط يخليك تتحرك لقدام ما ترجعش لورا. يعني النهارده امتحانات، هو كان مستني انك تطلع الاول، كان مستني ان انت تتجوز، وكان مستني يشوف ابنك عادي، يعني كمل في حياتك ما توقفش. لكن الاول انت لازم تقبل الحدث ده. والرضا والقبول ليس الرضا بالحزن، هو قبول الحدث واملا في خير في زياده بقى.